Egypt بقت الحاجة وعكسها. مصر بقت a talent hub for organizations من بره يجوا يعينوا our talents وهم لسه هنا في مصر. وبقت برضو للأسف a hub that drives good talent away. طب what comes first? Building more on your strength أو fixing your weakness? 11 years ago there were actual entry level jobs. دلوقتي AI is almost replacing entry level jobs. But C-level, if we're talking about the CEO or CMO أو كده, that's a very big title. You should always be able to tell who are your high performers and who are your top engaged employees. عشان دول هم your north star. بس ازاي نقدر ندي feedback from an HR perspective to الناس اللي هي more creative؟ مش عارف توفر بالدولار، مفيش أي مشكلة، اعمل benefits portfolio قوي. اهلا بيكم في بام توكس. دايما متعودين نجيب جاستس في البراندنج وفي الادفيرتايزنج وفي الماركتنج، بس فكرنا المره دي نعمل حاجه مختلفه، ان احنا نبدا نتكلم او نبص على الاذر فانكشنز اللي بتهلب البراندنج والادفيرتايزنج والماركتنج سواء دايركتلي او اندايركتلي. وعشان كده النهارده معانا ياسمين من اشطر الناس اللي في الاتش ار. يعني give us كده introduction about what you do. يعني Thank you so much for having me الأول. أنا ياسمين recruiter. دايما بحب أعرف نفسي كريكروتر. بدأت journey بتاعتي مختلفة بدأت actually from marketing، فأنت ما بعدتش كتير. أنا دارسة marketing، اشتغلت advertising شوية، بدأت social media agency and then I moved to BTL agency. وبعد كده حسيت إنه لأ، مش ده اللي أنا عايزة أعمله، فقررت بقى هنا إن أنا أعمل career shift. وكان قرار مبني على emotional intelligence أو إحساس internal gut كده feeling إنه أنا مش عايزة أكمل في حاجة ليها علاقة بالpeople أكتر. I quit وسافرت عملت masters in HR ورجعت بقى كملت هنا. بدأت الجيرني بتاعت ال HR. بس النهاردة I'm mixing between both recruitment والmarketing، love for marketing وbranding. interesting. عايزين كده نبدأ، يعني قبل حتى ما تقول لنا أكتر عن your journey، نقطة interesting أوي. دايما اللي أعرفه في الحاجات المختلفة marketing HR أو whatever، دايما in people get the experience then they do the masters، بعد كده يرجعوا perfect their craft، ممكن نقول كده. Yes. اشمعنى ليه المرة دي الموضوع مختلف؟ يعني why did you start with the masters then you started your career؟ Honestly ما عنديش أي scientific reason why. It's more of ان انا كنت محتاجة اخد وقفة ان انا ابعد نفسي من continuing my career in advertising because انا عارفة ان انا لو كنت سبت نفسي 2-3 كنت خلاص هتسحل وهكبر وهل get promoted وهدخل في projects و accounts تقيلة already. لان انا كنت لما سبت I was working in the number one agency في البلد و I was still almost a fresh grad. فحسيت ان انا لو سبت نفسي خلاص يعني it would have been too late. فكان قرار كان either now or ever or never. ده غير ان انا كان بالنسبه لي انا ما كنتش دارسه HR تماما، ما كنتش عامله اي internships HR تماما، فما كنتش حاسه ان انا جاهزه ان انا ادخل الفيلد من غير ما يبقى فاهمه على الاقل what's the language. مش هقدر اقول لك ان الماسترز فادتني practically لان هي ما فادتنيش practically، لانه ده بقى اللي كان هيفرق قوي. لو انا كنت استنيت شويه كنت هعرف اختار البروجرام اللي فعلا هيفيدني knowledge wise. فادتني more of طبعا understanding the HR landscape وكل حاجه، وفادتني بقى personal بقى ال diverse culture understanding how people يعني living abroad برضو is a different experience يعني. حلو قوي. بس اعتقد برضو ممكن يعني يبقى في كونتكست تاني ان هي كانت مفيده في فكره building الفاندمنتالز. يعني انا بلاحظ حاجه كتير برضو من الحاجات اللي في الماركتنج، واعتقد هنيجي للنقطه دي بتفاصيل اكتر when it comes to ال HR perspective بقى بتاع الموضوع، ان الناس بتروح على certain role او certain job وهو مش باني خالص الفاندمنتال، مش باني خالص السكeleton بتاع ايه هي البيزكس الشغلانه دي عايزه ايه، لان كل شغلانه اعتقد بيبقى ليها زي سكيلز معينه او ابيليتيز معينه انت محتاجها عشان تعرف تكون شاطر في الحته دي. I agree and disagree شوية معاك. I agree لأنه طبعا again back to the فكرة الماسترز إنه it was extremely specialized. ف I was able to grasp شوية basics زي ما أنت قلت، ولكن البيسكس برضو ما كانتش localized. وال HR مثلا is very important إنه يبقى localized لل labor law بتاعتك أو ال local الحاجات الموظفين او الامبلويمنت لو بتاعك يعني. فما كنتش حاسه ان انا عارفه استفيد قوي ان انا اخد كل المعلومات اللي انا اتعلمتها عشان اطبقها في مصر او في الميدل ايست، ولكن اداني الفاندمنتالز.
On the other side بقى when you get into the entry level jobs وهرجع اقول لك برضو احنا زمان 11 years ago there were actual entry level jobs. دلوقتي AI is almost replacing entry level jobs. فأنا كنت لما بدأت as a recruitment associate أنا ما كنتش بعمل حاجة غير إن أنا بكلم candidates بس وبسcreen CVs وبعدين بعدي CVs اللي أنا I screen them to my senior partner عشان تراجع ورايا أنا عملت إيه. فهو it gave me the option إن أنا أتعلم بجد ال fundamentals on the job وده اللي فادني قوي بقى. بالظبط. فدلوقتي حاسة إنه كمان يا عيني الفريش graduates مظلومين شوية في الحتة دي عشان 3/4 الشركات بقت خلاص they're replacing automating tools بالactual entry level jobs. لان هو ممكن نقول داخل الجوب هو مطلوب منه سكيلز او حاجات ممكن يكون بيستخدم فيها اي اي او حاجات مختلفه. هي اصلا في جزء منها بيتعمل بالاي اي وفي جزء منه هو ما لحقش يتشرح له لان هو عايز يدخل الجوب اكن معاه 3 Experience. plus years of experience So وفي نفس الوقت هو انتري وهو ما عندوش الاكسبيرينس دي ما هي غير دي لو بقى هو خد الدايلاما. internships. ايوه هي بالظبط. دي الدايلاما وما اظنش ان هي هتتحل anytime soon لانه زي ما بقول لك a lot of studies are showing انه there will be a gap between ان الناس متخرجة with fresh prospect للحياة وما عندهمش اي experience غير internships وما بين ان الشركات مش عارفة تعينهم فين وتوظفهم فين لان هم they no longer need الناس اللي جاية with 0 or 1 years of experience ان ده خلاص بقى عندهم tools تعمل الحاجات دي لانه معظم الشغل الاوبريشنال هو الانتري ليفل جوبز فبقى عندك شركات بتطلب ناس ب 3 4 years of experience وعندك ناس متخرجة من غير الاكسبيرينس دي ففي gap we're still unsure how will this be fulfilled يعني بس حلو قوي. Yeah. كلمينا بقى عن your experience اكتر. الاكسبيرينس بتاعتي ان HR عامة انا I was very lucky عشان انا بدأت كجنرالist ف I was able ان انا ابدا وافهم فكره بقى الميديكال انشورنس والتامينات وشويه ريكروتمنت وشويه تالنت مانجمنت يعني I took bits and pieces of everywhere وبعد كده بدات بقى المالتي ناشونال جيرني I joined IBM بدات هناك بقى recruitment purely and this is لما بجد I fell in love with recruitment وقررت consciously ان انا هكمل في talent acquisition. اشتغلت في IBM for a couple of years and then I moved بقى to another regional organization where I built التيم كله في مصر. كانت نون بجد هي لما عارف لما تشمر وتشتغل بإيديك وتسهر في المكتب لحد midnight عشان بتعمل حاجات وبتتعلم ازاي تعمل حاجات عشان ما كانش في مدير ف it was all self-taught building الانفراستراكشر يعني. building كل حاجة وانت نفسك you're self-learning لأن انت جاي من حتة very systemized very systematic كلها tools كلها bureaucracy لشركة لسه بتبدأ في مصر فانت بتساعد التيمز كلها you are wearing you're double hatting مش double hatting you're triple hatting كمان شوية تشتغل HR شوية تشتغل office manager شوية تشتغل admin شوية تشتغل it was insane to say the least بس ده بجد اللي enriched my experience قوي وبرضه most of my job was recruitment and building the teams بقى across different functions including طبعا ماركتينج والمرشندايزنج والميديا باينج وكل الحاجات دي. حلو قوي. بس وبعدين بقى كلمينا اكتر بقى عن فكره الهايرنج التالنت بتاعت الماركتنج لان احنا دايما في الماركت بقى في نورمز كده معروفه او حاجات معروفه ان في ناس كتير بتشتكي بحته الماركتنج ان يا جماعه التالنت ما بقتش كتير قوي زي الاول. فكره اصلا ان في جزء من الماركترز التكنيكال ماركترز بالذات زي الميديا بايرز دايما في كريتيسيزم ليهم ان هم اكتر بيركزوا في الداشبورد والريزلتس فدي لوز شويه حته الكوميونيكيتنج with each other. فكره الكوميونيكيشن مع الاذر ديبارتمنتس والناس التانية. فكلمينا اكتر عن فكره الهايرنج في الماركتنج ان جنرال والتشالنجز والستيتس اللي انت شايفها دي وقت الدنيا عامله ازاي and what should we do about it. ازاي يجي وقت ان الناس ما ترجعش تقول ان مفيش تالنت كتير. اوكي let's بس take a step back ونقول انه the landscape of the talent landscape ان كان في ماركتينج او غير ماركتينج لما احنا بنتكلم مثلا في 2020 which was the pandemic year is something and then let's say مثلا 2023 is another thing وby 2023 if I'm not mistaken كان امتى حصل البوم بتاع ال AI and everyone was started talking about AI وكده كانت towards 2024 2025 الدنيا تحولت تماما. التالنت لاندسكيب بدأ يتغير 100%
في آخر 23 especially في ال creative industry for so many reasons. أولا Egypt بقت الحاجة وعكسها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا مصر بقت a talent hub for organizations من بره يجوا يعينوا our talents وهم لسه هنا في مصر. وبقت برضو is للأسف a hub that drives good talent away. يعني إيه؟ يعني كل التالنتس الكويسة بتدور إنها على فرصة عمل بالخارج. فبقينا شايفين two scenarios شركات سعودية وإماراتية بيعينوا عشان إحنا low cost country with very good talent، وبقينا شايفين very good talent بيسافروا بره برقم يعني بعدد هستيري عشان they cannot sustain a good life here. فالتالنت لاندسكيب اتغير تماما، وسبيسيفيكلي زي ما بقول لك في الماركتنج في الكريتيف اندستري. another reason كمان انه في industries الكريتيف اندستري مثلا في بلد زي السعوديه has boomed insanely في 2024 و25. فمين اول تالنتس نقلوا هناك ومشيوا هناك؟ التالنتس المصريه. فبالتالي it makes very much sense ان الناس هنا تبقى قاعده بتقول جماعه ما فيش تالنت. هو في تالنت، ولكن اللي موجود واللي شاطر متعين ريموتلي بيقبض بالدولار من بيته قاعد هيجي لك ليه؟ ده اولا. والتالنت الشاطر مبسوط في الشركه اللي هو فيها، لو كانت شركه في مصر بيقبض ارقام، وغير غير السالاريز بتاعته عنده بنفيتس هلاميه صعب جدا ان انت تماتشت، فمش عايز يمشي. فده اول change of one of the major changes اللي حصلت في اللاندسكيب. another change is السكيلز اللي بقت مطلوبه. انا دلوقتي لما انا في 2019 لما كنت بعين ماركتنج سبيشالست ولا ماركتنج مانجر، خلينا نتكلم على المانجرز، I never had an AI requirement or an AI optimization competency بسألها في الانترفيوز. Now it's one of the يعني must have ان انت تعرف ازاي تتعامل مع ال AI tools، وعندك automated bidding tools، وازاي تعرف تتكلم بالحاجات دي. خلاص it's no longer حاجة فمش كل التالنت عنده الكابابيلتي دي، وفي نفس الوقت مش كل التالنت فاهم انه you must have it، فانت you need to invest in yourself. فده من وجهة نظري التغيرات الأساسية، السكيلز requirement of skill sets اللي بقت مطلوبة، وفكرة أصلا إن حصل شيفت رهيب في التالنت أساسا، اللي موجود شغال فين واللي مش موجود سافر وراح فين. اكيد. طب الايكوليبريم ده نعمله ازاي؟ يعني احنا مثلا دلوقتي عندنا التالنت، يعني انا شايفها زي ان هو في تالنت ولسه مصر بتطلع تالنت كتير جدا، يس بس اللي بيحصل ان في ناس كتير بتسافر بره، يس في ناس كتير مثلا ممكن تكون بتشتغل ريموت مع other countries، مش بس السعودية ولا مع countries تانية كتير. يس طب ازاي الشركات اللي هي مبنية هنا، بما ان هي مش هتعرف مثلا بالنسبة اتليست للمونثلي انكم او المرتب انها مش هتعرف تقدم ده، ايه الحاجات التانية اللي هي تعرف تقدمها بحيث انها تقدر تخلي التالنت او الناس اللي موجودة هنا يتم الحفاظ عليهم شوية؟ مش هنقول 100%، لان خلاص ده واقع، لان هو دايما حتى في العالم كله في بلاد معينة معروفة ان عندهم كوادر وتالنتس قوية جدا، يس وبالتالي الناس دي بتسافر في كل حتة. ترو. يعني مثلا حتى بنشوف هند كتير. الهند كانت بلد من مظبوط. الاكزامبل دي في الايام الاي تي والتكنولوجي. it was مم. معظم التالنتس اللي كنا بنعينها كانوا Indians willing to relocate. دلوقتي مصر is becoming as strong في talent sourcing as India مم. when it comes to technical talent. فعمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أقول كده 10 years ago مصر. It was اكيد. not the case. talent is changing، بس في نفس الوقت للأسف الشديد في شركات كتيرة قوي لسه بتعند فاكرة إنه sourcing is أو offering a salary بالمصري بس. مش بس ان انا بقول لك خلي كل الشركات to offer salaries in USD because ابقى عبيطه لو قلت كده because not everyone can do that. أكيد. بس انت لازم تقعد with your HR leaders وتقول جماعه this is the reality، في gap، هنعمل ايه and what are the different channels او ايه different scenarios اللي ممكن نعملها عشان نعرف نقفل الجاب ده. يعني في رأيي مثلا سيناريو من السيناريوز المهمة جدا، انت ممكن تبدأ تعمل اولا عندك كذا option. For example you can start building on and investing on your younger talent. again زي ما كنا بنقول قبل ما نبدأ، ليها عيوب مميزات وعيوب. عندك option ان انت تبدأ تبني your own freelancing team.
مم. هات لك بقى فريلانسرز وابدا وعين حد فول تايم اوبريشنال ليد يبقى هو ماسك كل الهدك بتاع communicating with all your freelancers، بس يبقى عندك engines شغاله differently with different time zones different capacity projects. That's another option. هنبدا I think ان احنا هنبدا نشوف فكره الاوتسورسنج للايجنسيز بقوه ترجع تاني، لان انت الشركات بدات تقول بدل بقى ما افضل ادور على تالنت ويمشي ويسيبني و it takes me 6 months to find another talent، طب ما خلاص ما اجيب agency و outsource all this headache. ف this is another option. ففي options. وغير بقى طبعا and that's my favorite option، مش عارف توفر بالدولار، مفيش اي مشكله، اعمل benefits portfolio قوي، شوف هتعوض ازاي، مش لازم بالفلوس، شوف هتعمل ايه، تديلهم بقى SOPs، تدي sign on bonus، تدي medical insurance قوي، family benefits خطيرة، حاجات بجد that could compensate ان الواحد يبقى بيشتغل وبيقبض بالدولار، لانه اللي بيقبضوا بالدولار دول usually بيبقاش عندهم اي benefits تانية، يعني ما بيبقاش عندهم مثلا التأمينات الاجتماعية او الميديكال انشورنس او حاجات كده، ساعات كتير لان هم بيبقوا متعينين على consultancy contracts. مظبوط. ف if you manage to hire them on an Egyptian contract بالbenefits القانونية، وتبقى عندك بورتفوليو قوي بbenefits تانية، بالظبط. you will win the deal. وتنفست برضه في فكره ان هم يتعلموا اكتر، يعني بالظبط تحاول توفر لهم بقى كورسز، تحاول بالظبط توفر لهم الحاجات المختلفه اللي يمكن الاورجنايزيشنز التانية مش هتعملها. مش هتعملها. بالظبط طبعا. وكمان فكرة زي ما كان IBM بنعمل كتير قوي، ان انت ممكن الليرنينج جيرني بتاعت الموظفين او التالنتس اللي انت عايز تعينهم تبقى a very زي ما انت قلت a very strong retention tool. يعني انت لو انت عارف انه there's this international course مثلا اللي انت هتinvest فيه thousands of dollars thousands of hundreds of dollars للموظفين، you can let them sign an agreement ان هم هيفضلوا معاك سنتين in order to تاخد انت بقى الريتيرن اون انفستمنت بتاعك كشركه، because this is fair بالنسبه لي. لو عايز تدخل في الكورس ده امضي لي على الاجريمنت ده، واقعد معايا اتليست سنتين بعد ما تخلص الكورس عشان استفيد من اللي انت استفدته. مظبوط. في شركات كتيره قوي فضلت تحس ان هم الكلمه اللي بقت اللي باينه مفيش تالنت، الماركتينج مش شغال ليه؟ اصلا مفيش تالنت. السيلز ما بيجيبش ليدز ليه؟ اصل الماركتينج مش شغال، اصل ما عملولناش كامبين. طب ليه؟ مع الناس اصل HR مش شغال، اصلا مش جايبين تالنت. طب ما تقعد مع الناس وتتكلموا وتشوفوا حلول جديده، لانه فعلا في جاب في الماركت. بس 100%. يعني في جاب فعلا في حته التالنتس دي، او مش فكره التالنتس بقى، هي فكره ان الايكو سيستم نفسه او تغير. النظام نفسه اللي حاصل بسبب التغيرات الكبيره اللي بتحصل، مخلي ان هو التالنتس موجودين، بس هو التالنت في منهم بيسافر، في منهم بالظبط بيشتغل شغلانات تانية، في منهم على فكره which is حاجه من الحاجات اللي احنا بقينا بنشوفها، ان عدد الستارت ابس بتكتر. طبعا. التالنتس نفسها بتحس ان طب انا ليه اروح اشتغل في حاجه فول تايم واحس ان انا مهدر طول اليوم بالظبط وافتح ستارت اب؟ ودي حاجه من الحاجات يمكن الكويسة، ليها مزايا وليها طبعا أم، ليها عيوب كتير جدا. يس. ماشي، ممكن نخش بعد كده في النكست توبيك بقى بتاع اوكي. برضه when it comes to الماركترز. ايه اللي يخلي كانديديت بالذات في السينيور بوزيشنز للاتش ار يكون لما يجي يبص عليه يقول والله الكانديديت ده from an HR perspective، بغض النظر عن التكنيكال، الشخص ده كويس، we can hire this person for marketing manager, marketing director, head of marketing, head of media buying او ايا كان. ايه الحاجات اللي ال HR يبص عليها؟ لان بعتقد ان كتير من الماركتينج تالنتس ممكن يكون عندهم مشكلة شوية في ابراز التالنت بتاعتهم وانها تبان للاتش ار، وبالتالي هم مش ظاهرين قوي. وفكرة برضو الامبلوير براندنج ان هم محتاجين يشتغلوا على الامبلوير براندنج بتاعهم. مم. بس مشكله الامبلوير براندنج ان ساعات انت او حتى في السي في الموضوع بيقلب ان انت مش بتماركت قوي، انت بتماركت للشغل اللي انت اشتغلته بس مش بتماركت لنفسك، وفي لنفسك. فرق كبير جدا. طبعا طبعا. فكلمينا عن البوينتس دي، قولي لنا رايك. هدسجي معاك في حاجة الصراحة. أنا بشوف العكس تماما. أنا بشوف إن معظم الماركتيرز هم بياعين في الأول وفي الآخر، بياعين كلام. فأنت وأحسن ناس يبيعوا لك البيعة، وأنا اشتغلت إعلانات وأنا عملت كامبينز وأنا عملت بتاع. ف to answer بقى your question how can HR managers or recruiters identify a good marketeer from one to the other أو identify a good marketing leader. يعني احنا دلوقتي الأسئلة بتاعتنا اتغيرت. احنا الأسئلة بتاعتنا ما بقتش generic questions. ليه؟ لان احنا حتى لما نيجي دلوقتي نبص على السي في
يعني نرجع خطوه ورا وبعد كده ندخل في الانترفيو. اكيد لما تيجي تبص على السي في دلوقتي بتاع اي كانديديت بنقول ايه؟ السي في has to be impact driven. يعني ايه impact driven؟ يعني ما تقعدش تكتب لي questions زي I have for example يعني I managed social media accounts. طيب ماشي. You managed how many channels ال customer acquisition بتاعك كان قد ايه؟ How many leads did you generate? What's the budget of your social media ad campaign? What was your return on ad spend? That's impact driven. فبالتالي the CV that captures your impact هيرد لي بقى في الانترفيوز. هاجي اقول لك بقى انت كاتب كده في الانترفيو في السي في بتاعك مثلا that your return on ad spend is كذا for example. Can you give me an example or tell me a situation where this happened مثلا, او tell me more about the budget, the biggest budget you have managed and how did you put the money into it مثلا for example. questions بقت more of again impact driven. انت حققت ايه وعملت ايه. وبعدين بقى في حاجات كتيرة قوي دلوقتي في CVs في HR leaders كتيرة قوي و HR managers بقوا بيطلبوا مش proof بس يعني show me what's the campaign that you led. طب what was your contribution in this campaign. طب انت you led how many people. طب was it done in house ولا outsourced. انا طب how بسألك many سؤال agencies did you work. في البوينت دي مهمة، لان بعتقد ساعات بيبقى في بعض الديتيلز اوف confidential. campaigns confidential. Yes, you don't هل ask about the current employee. اكيد employer. بس اسألك سؤال، هل providing testimonials مثلا from people that you've worked with across the organizations هل دي بتسفايس، وقد ايه بالنسبة للريكروتر بتبقى مش هنقول credible؟ لان ببساطة أنا بعتقد إن لو الامبلوي مثلا ما حرقش البريدج مع their previous company most likely if they call their previous company هيدوا feedback feedback. wise true. How much reliable is it يعني، وإيه الحاجة اللي تخلي التستمونيال دي مع البيس اوف ورك اللي هو عمله في الشركة اللي فاتت تكون متماشية قوي، أو تساعد الريكروتر فعلا إنه يحس إن لا تمام this is trustworthy, this is good. You call it testimonials, I call it reference checks, and I don't believe in reference checks. Simple as that. لأن أنت لما تيجي أنت let's say شريف دلوقتي as a recruiter ياسمين as a candidate, you are ethically obliged to tell me إن أنت هتعمل reference checks. وفي بلاد تانية you cannot reach out to references without me knowing عشان this is أكيد طبعا. illegal or unethical. طيب أنا كياسمين لما أنا عارفة إن أنت هتعمل reference checks تفتكر أروح أديلك رقم وإيميل مديري اللي بيكرهني واللي استقصدني واللي سبته بمشكلة، أكيد لا. ولا هديلك رقم مديري اللي هيقولك ياسمين دي سوبر ستار؟ أكيد هديلك رقم المدير اللي هيقولك ياسمين دي سوبر ستار. واحد يعني هديك رقم مدير وزميل وتيم ليدر ومانجر كلهم حابين ياسمين شايفينها احسن اتش ار مانجر في الدنيا. فانا بالتالي احنا we are going reference checks دي for me in the process in the hiring process is a check box انت بتعمله عشان تقول ان انت عملت reference checks. Is it liable? I don't agree. I don't think it's liable. It's 100% biased. وانا لحد دلوقتي نفسي حد يقنعني بأهمية ال reference checks unless they are done without the consent of the employee. ودي كارثة بالنسبة لي. يعني أنا أو يمكن برضه يمكن reference checks I think إن ممكن يتضاف ليها زي criteria كده ممكن إن I need to reference check with two people مثلا your direct manager and the head of the department. This way it's more credible. يعني يتحط لها بس skeleton مش random. اديني صح. reference check. ما أكيد لو هتطلب مني reference check أكيد هطلب من محمد صاحبي اللي كان في الشركة اللي فاتت Yes. أنا كنت كل يوم بشرب أنا هو قهوة Yeah. هديك رقم وهو ده اللي هتكلمه. فمش هقول إنها it's not credible this way، بس أكيد I have friends in the previous organizations. فهي دي اللي Yes. دايما from an HR perspective I think بتبقى It's challenging questionable شوية. بالظبط. لكن بقى اللي مش questionable بالنسبة لي it's 100% valid بس it's extremely costly ومش كل الشركات بتعملها بس we have done it in a couple of organizations اللي هي background check with an agency, outsource agency. وطبعا بيبقى الكونسنت بتاع يعني they do not initiate background check إلا لما ياخدوا الكونسنت فورم والإمضاء بتاعة الكانديديت إن أنت موافق إن أنت هيتعمل عليك background check. الباكجراوند check ده بقى بيجيب كل حاجة credentials, high school certificates, background, university, PhD, every single thing that's mentioned on your CV and in your employment history is checked. ده reliable. ده هنا we have withdrew يعني we have stopped offering C-levels and executives because of the background check results. أنا أول مرة بسمع عن الموضوع ده. It's not done في مصر الصراحة. It's more of a global practice يعني.
اوكي بس yes ده بيتعمل لل very senior. C levels and above يعني. اوكي م. بس C level if we're talking about the CEO او CMO او كده that's a very big title yes of course something has to be done in order to check ان مثلا حد هيجي يمسك organization um, بنتكلم في billions of dollars اكيد ده لازم هنعمل عليه the cost of bad hire هنا وحشة قوي. جدا فانت ممكن هنا يعني توقع organization في بلد كاملة يعني. بالظبط. فهنا you need to be very careful. that's why good organizations and smart organizations they invest very well in their hiring process and their hiring due diligence يعني. مم. I truly respect ال pre-hiring process في الحتة دي. That is very interesting. yes سألك بقى عن حاجة من ال practices مثلا بتاعت ممكن نقول اللي هي ال small كده things that HR do yeah للكومبانيز يعني مثلا او للنيو تالنت مثلا. هل مثلا حاجة زي لما حد بيتعين في شركة جديد وبيجيبوا له زي بوكس كده of ال onboarding kit. onboarding kit، هل الحاجات الصغيرة اللي زي كده how do you measure its impact؟ okay there are many ways to measure the impact. specifically لو هنتكلم على onboarding kit يعني. فاحنا if there's an onboarding kit then there's an onboarding survey. if there's an onboarding survey then there's a probation evaluation form. if there's a probation evaluation form فانت كده عندك two different metrics to measure the satisfaction of your new hire. and then you have your self assessment او self review feedback end of year. فانت you have برضو. فده غير لو انت عندك pulse survey فهتبقى you're measuring the engagement of the employees. فدي كلها different milestones or touch points مع الموظف تقدر تقيس بيها ال engagement بتاعه. مش بس من ال onboarding kit يعني. طبعا انا ال onboarding kit ده is a very specific example بس بتتقاس في ال onboarding survey وفي ال probation evaluation form. how was your onboarding do you have any specific يعني الأسئلة بتبقى specifically hitting ال experience بتاعت الموظف في ال onboarding بتاعته including ال onboarding kit. بس فيها touches صغيرة قوي أو touch points صغيرة بتحصل مع الموظف من خلال الجيرني بتاعته from hire to retire زي ما بنسميها that increases ال engagement بتاع الموظفين جدا وبترفلكت على قعدوا قد ايه معاك. do they recommend you as a good place to work. do they refer their friends and families to work for you. دي كلها حاجات بقى تقدر تقيسها في ال engagement surveys net promote حاجات زي كده. interesting. yes طيب بقى دو سؤال تاني. 3 حاجات او ادينا examples ل3 حاجات بالنسبة لك when they happen in an organization في departments مثلا معينة that means ان the HR has to interfere بشكل قوي جدا. ايه الحاجات اللي ممكن تحصل بس بغض النظر عن الحاجات اللي هي ممكن تكون مش هقول كبيرة قوي بس الحاجات اللي هي ممكن from an HR perspective او بالنسبة للشركة كلها it's not a problem قوي بس from the HR perspective لا هو في مشكلة في الديبارتمنت ده، في مشكلة هنا في مثلا في retaining the employees، في مشكلة هنا في التعامل معاهم. yeah ادينا examples of 3 حاجات overlooked جدا من باقي الديبارتمنتس بس ال HR لما بيبص عليه بيحس ان في مشكلة. لما يبقى عندك hiring manager مثلا بيحاول يعين رول بقى لها مفتوحة 9 شهور والريكروترز شغالين ليل ونهار وproviding CVs ومش عاجبه العجب. دي هنا نبدأ يبص عليها بطريقة مختلفة. لما يبقى عندك تيم كان شغال perfectly و one of the highest performing teams وبدأوا يمشوا واحد ورا التاني هنا تقف وتفكر what's going on. لما يبقى عندك one or two high performers وبدأ يبقى البرفورمانس بتاعهم يقل تماما والانجيجمنت بتاعهم يبان if there's something wrong. هنا because انت as HR leaders you should always be able to tell who are your high performers and who are your top engaged employees عشان دول هم your north star. هم اللي هيقولوا لك where are you heading, how are you doing as a manager and as a company overall. فلما يبقى عندك موظفين كانوا top performers و top engaging وفجأة بقوا اتطفوا ما بقوا بيعملوا المينيمم بقى هو اللي اسمها بنسميها الquiet quitting اللي هم موجودين they do their 9 to 5 job بس that's it. بس هو مش موجود يعني هو هو مش بيعمل موجود. هو الجوب انت بس مش هو هتقدر دماغه تختلف عليه حاجة. هو مش متأخر هو مش بيختفي هو موجود هو موظف تحول إلى موظف لكن قبلها هو ما كانش موظف. هنا برضو تقعد وتسأل what's wrong. فدي الحاجات اللي أنا بحس. طب وآخر حاجة is الامبلويز very دول good بنعمل practice. معاهم ايه يعني مثلا لما حد فجأة تحسي ان هو حتى من اشطر الناس when he starts quiet quitting كده هو قاعد بيشتغل بس هو زي ما بيقولوا كده بالمصري دماغه في حتة تانية خالص هو yes مش مركز قوي هو مخلص ال to do list بتاعته yes بس the impact is minimal او the impact is على قد بالظبط
ال 9 to 5 مفيش ال remarkable activity اللي تخلي الاورجانيزيشن تجو especially لو الشخص ده مثلا معروف من قبل كده ان هو has incredible talent. Yes. بنعمل ايه مع الامبلويز دول يعني do we reach out to them, do we reach out to their manager? It's very interesting because I had a very similar experience أنا كموظفة يعني a while back. I was quite quitting because I had something huge happening at home. وكنت انعزلت تماما عن شغلي وكنت بعمل شغل بس أنا عمري ما كنت موظفة بتعمل شغلها يعني I was heart and soul في أي حتة أنا بشتغل فيها يعني. It happened twice in my career. One time مديري ما فرقلوش و it was an extremely horrible experience فمشيت يعني I resigned and left. and another time مديري جابني من قفايا وقعدني كده answering your question في ايه هنفوق امتى انت عايزة انت let me بقى show you the other reality of how do people are seeing you, how we see you versus how you see yourself. This is the track that we want to put you on. فرمالي بقى رمالي الطعم. Do you want to stay? I said yes. He said okay, this is what I have planned for you. Do I see you getting it? No. Do I feel like you can? Yes. ف again ده صح ايه فيا صح فيا ان انا oh my god I love this job so much. بس هو ما كانش عارف ايه اللي بيحصل at the background. فلما فهم قال لي okay thank you for letting me know بس we need بقى now to ايه بقى نبدأ نشمر ونرجع تاني نشتغل. اوكي. هنا عمل ايه فهمني ان انا he cares about me, he listens, شايف الفرق, اداني very 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 blunt and very harsh feedback and this is important. مش كل الليدرز بيعرفوا يواجهوا, مش كل الليدرز بيعرفوا يدوا feedback للتوب performers بطريقة blunt من غير ما يضايقوهم ويخافوا ان هم يزعلوا ويمشوا. فهي he managed انه يصحصح فيا الحتة اللي هو كده. ده غير ان هو ادالي target وخلص الدسكشن بايه extremely challenging project اداها لي. اوكي. فحصل ايه حصل انا I'm back to being the person that he wanted to know and to see وخلاني اعرف ان انا متشافة ومسموعة فخلاني ابقى عايزة اقعد اكتر في الشركة دي. فده فرق المديرين, حد خلاص ما قشطة خليها وحد لا هاتها وشوف ايه اللي حصل وايه لانه في سبب. هل بقى السبب كان رجع تاني للشركة او سبب شخصي it depends على the magnitude of the problem. فتعمل ايه مع الموظفين اللي كده talk to them, listen to them, give them a challenging situation و let them challenge themselves. بس بأول ابدأ بسؤال are you in or out عشان تفهم. فهمت قصدك. خلينا ناخد السؤال ده بما ان هو interesting جدا to the next level كده. Yes. دلوقتي احنا we have an organization. Yeah. We have different departments, different people, different mentality. Even حتى in the same department في differences. يعني مثلا في الكرياتيف department او في الماركتينج يعني في البارت بتاع الكرياتيفيتي دايما هم بيبقوا دايما عشان يطلعوا شغل حلو لازم يبقى مزاجهم رايق اكتر, لازم يكونوا مبسوطين. Yes. مثلا في the other part which is more into data وبتوع البرفورمانس والميديا باينج هم براجماتيين اكتر شويه لان هم بيتعاملوا مع ارقام فدايما في طريقه تعاملهم براجماتيين اكتر. Yes. لما بنيجي ندي فيدباك للماركتنج تيمز بالذات في الحته بتاعت الكرييتيف والميديا باينج وكده I know in some of their jobs في الكرييتيف ساعات في حاجات بتبقى ممكن نقول ايه subjective شويه. انا شايف البيس اوف ورك دي كويسه, حد تاني شايفها وحشه. الميديا باينج يمكن مفيش فيها قوي, هي results oriented بالظبط. بس ازاي نقدر ندي فيدباك from an HR perspective to الناس اللي هي more creative, وازاي ندي فيدباك اكتر للناس اللي هم more pragmatic, علما بان كل حد منهم بياخد الفيدباك بطريقه. الكرييتيف تيم ممكن يكون عشان هو بيتعامل مع creativity وكده فبالنسبه له الفيدباك ممكن مش هقول ياخده personal بس هو متعلق قوي بالبيس اوف ورك اللي بيعملها. وبتوع الميديا باينج they will find ways to say ان والله there is a seasonality, there is hundreds of variables و actually they might convince you. فازاي بنقدر ندي فيدباك لدول وازاي نقدر ندي فيدباك لدول؟ بس at the end of the day feedback is it has to be objective and not subjective. فأنا
while I have not worked with يعني ما اشتغلتش ك HR في agency ف I cannot really tell from experience ازاي بس I can from my knowledge of الوقت القليل اللي اشتغلت فيه في agency ومن صحابي اللي شغالين في agencies هو حتى ال creative department you can still quantify the results from the agency from the client's feedback انت you retained كام client كام فكرة كام pitch was quantified or was يعني converted into an actual ad or into an actual يعني project فانت you can still quantify انت الكرياتيف وبعدين عندك طبعا فكرة الترافيك مانجر ده اكتر حد كام واحد مسك انت ككرياتيف دلوقتي بتطلع قد ايه والبروجكت بتدخل لك قد ايه والبيتش بتاخده في وقت قد ايه ف you can always quantify شغلهم في SLA في SLAs برضو. بتحصل وفي بالظبط وفي ترافيك مانجر واقف فوق دماغهم يقول لك ده الجرافيك ديزاينر ده شغال الكرياتيف كوبي رايتر ده دلوقتي مش وقته يعني you can always quantify فانا مش شايفه ان هي السبجكتيف ده بترجع فين ده بترجع بقى لما الكلاينت يجي يقول لك لا انا مش عاجبني اللون ده لا انا عاجبني اللون ده دي بقى السبجكتيف بارت بتاعهم at the end of the day is the client يعني لكن when it comes to media buying I think انه giving feedback بعدين again احنا ك HR in the performance management review for instance or appraisals the feedback first هو بيبقى one to one مع المدير وبعد كده لو ال HR is involved in the feedback sessions which is hardly the situation هو usually بيبقى one to one مع المانجر and then the manager cascades أو puts الفيدباك على السيستم وخلاص بتروح لل HR والemployee بيمضي إن هو استلم الفيدباك ده فأنت ك HR you're not really involved in giving feedback بالطريقة السيستماتيك دي ممكن بقى on a one to one basis in a situation in one off situation يعني بس أنا بالنسبة لي لو دي الأرقام سهلة قوي يعني أنت قدامك حد الكوست بير ليد بتاعه عامل ازاي ولا عندك الريتيرن بتاعه عامل ازاي ولا whatever بقى ال different matrix اللي بتتحسب that's you convince me or I convince you يعني هي ما فيهاش gray area يعني بس اوكي شايفه الريموت وركينج بالذات طبعا بعد الكوفيد او كده what model are you big fan of هل هو الهايبرد ولا الاون سايت ولا الريموت given ان ده very controversial topic ليه لان we have seen big multinationals successful جدا 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 calling people back to the office calling people back full time to the office لان هما they easily. think ان it destroys the skills بتاعت connecting with people other companies are working hybrid و other companies are working fully remote و there are examples for success في التلاتة yes ف what do you think I think there is no one size that fits all I think إنه it's very very important إن أنت تبقى عندك teams that manage to work together في المكتب بس it also says a lot about your organization if these teams also successfully perform and deliver وكل واحد قاعد في بيته I think the best model is proven to be the hybrid model لأن أنا ما أقدرش أقول دلوقتي إنه flexibility is a benefit I think flexibility is a right خصوصا لناس كتيرة قوي again أنا اتكلمت الموضوع ده قبل كده في another episode عن قد إيه الفاميلي داينامكس في حياتنا بقت بتتغير family dynamics بتتغير معنى كده إن the needs of the employees بتتغير the single mothers بقوا عددهم أكتر بكتير عن زمان فبالتالي flexibility is becoming a need for them not just something good to have فكرة إن الأبهات بقوا more involved than before فبالتالي برضو flexibility بقت مطلوبة عند الرجالة versus زمان ما كانتش متشافة عند الرجالة في شركات كتيرة قوي بقى عندها online tracking models and online tracking tools to track the delivery and the performance of their employees فأنا مش ضد I've seen and I've worked in an organization remotely and I do now and this organization is working day and night عشان تفضل مخلية الموظفين بتوعها toply engaged highly engaged and highly يعني highly performing I think they're very successful in doing that and they're a very good model to do that I've worked in organizations that are كل يوم الموظفين منعين خالص بيطلبوا منا نيجي كل يوم ببصمة الساعة 2 تيجي تشوف كل الموظفين هنتغدى ايه الساعة 9 الصبح نيجي هنفطر ايه طيب طلبنا قعدنا شربنا الشاي اللي شرب سيجارة خلصنا بدأنا مكتب الساعة 11 طب تيجي الساعة 2 ها يا جماعة جوعنا طب هنتغدى ايه طب لم الفلوس طب لم الاوردرات جت الساعة 4 ايه ده طب انا زهقان انا تعبت انا اكلت كتير ادخل على اللابتوب شوف اللابتوب مفتوحة كام حد productive
فكم ساعة استفدت من ايه دول بالظبط. is productive. بالظبط كام ساعة من دول is productive، وكام ساعة wasted انت رايح جاي بالمكتب، كام ساعة انت ماشي اصلا التوكسيسيتي in the air، كل واحد بيسلم التاني كسل و low productivity و low energy. فعشان كده بقول لك there's no one size that fits all. أكيد. والعكس صحيح، ممكن يبقى في organizations بتخلي موظفينها يجوا كل يوم والموظفين تمام و fully performing وكل حاجة. I believe ان مسكة العصاية من النص is the best case. Ask your people to come, have very nice offices, have very engaging cubicles and meeting rooms وكل الحاجات دي، بس برضو give them the privilege to work from home and give them the privilege of staying at home when they need to stay at home and staying productive and delivering. أكيد. فانت بس فكرة بتحاسب موظفينك ازاي، بان هم يجوا المكتب عشان قاعدين، ولا ان هم بيديليفري on time وعندك deliverables وtasks oriented. أكيد. بس طب هسألك بقى سؤال، إزاي يعني إحنا اتكلمنا مثلا في حتة السيت اب دلوقتي، اللي هي فكرة إن السيت اب مثلا ممكن يكون في المكتب في حاجات معينة موجودة بحيث إنها تخلي حياة الناس أسهل، بس فده one part. إيه ال second part اللي تقدر تخلي إن ال departments مثلا marketing, finance, marketing, HR, marketing وأي حد أو التيمز المختلفة، إزاي نقدر through حتى وهم hybrid model أو حتى remote، إزاي نقدر نسترايك the perfect balance between إن الناس ممكن يكونوا صحاب في different departments بس صحاب to the extent of إن هما they work better with each other، بس not them becoming two friends in order to them being distracted. لأن we have seen this in many organizations and people become friends قوي فthat starts in بيخلي فيه تساهل شوية في التعاملات ما بينهم، فبيؤدي إلى أخطاء لأن كل الناس بتبقى صحاب قوي زيادة عن اللزوم. ازاي البالانس ده نقدر نعمله ان to provide benefits او نخلي الموضوع ان hybrid او remote، بس ازاي نقدر نكونكت them، بس نكونكت them to ال certain level اللي يبقى كويس ليهم ويبقى beneficial ليهم rather than harmful. I think it all falls down to how frequently you check in على ال progress و how important the project is و ايه ال different milestones بتاعت ال project. يعني كريكروتر for example، لو انا ريكروتر والهايرنج مانجر صاحبتي قوي و بس مديرها مش انا وهو مش we're on good terms for example، هل هو he will use this against me؟ هل انا كريكروتر هأخر عليها او هكسل اعمل لها حاجات عشان هي صاحبتي، او هتنازل عن الاس ال اي؟ ما هو كله بيصب عندي في الكي بي ايز وفي الكور وفي الميتينجز في التشيك انز، ان احنا as a process مثلا انت عامل either weekly or bi-weekly recruitment check ins عشان تشوف الابديتس بتاعت كل رول. فانت في كل تشيك ان هتدخل الاسبوع ده تقول لا سوري اصل انا نسيت، لا سوري اصل انا ما عملتش. لكن مثلا versus ان انت لو عندك check in monthly مثلا على نفس الرول، this allows بقى lagging behind مثلا. ف I think it's how frequent you check in، وازاي انت مقسم البروجكت. لو احنا بنتكلم على project delivery، انت ازاي مقسم البروجكت على milestones، وازاي في كمان فكرة ال cross functional updates دي بالظبط، برضو هي دي بتفرق. that's the most important cross thing. functional updates ان انا ابقى مش شغالة في الفاينانس وما اعرفش اي حاجة الماركتنج بيعملوا ايه، ولا ابقى حتى شغالة within the HR team مثلا كتالنت acquisition ما اعرفش talent management بيعملوا ايه، وما اعرفش ال HRBPs بيعملوا ايه. فالcross functional business updates and business meetings is very very important. بالظبط. how بس do we ensure ان ده بيحصل بالشكل المظبوط؟ يعني ايه لو في best practices مثلا؟ لا يعني I think it's matter of having an agenda and having a key spokesperson. يعني احنا مثلا we have a quarterly town hall where we have business updates from all the business leaders. Sometimes we also recognize top performers. Not sometimes, every town hall we recognize top performers. يعني وده غير ان احنا مثلا كتيم we have bi-weekly team meetings، بنعمل shout outs، بنعمل updates كل ريكروتر بتعمل ايه وحصل ايه وايه البروجكت updates وايه البروجكت milestones. فهي it's how you set up your again frequent updates. ومش بس بقى تدخل meeting بقى updates تعملها اسبوع بس هدخل بقى هللي كده مش عارف اتكلم في ايه ومش عارف مين هيقول ايه. لا، have a proper meeting, have a proper agenda, send this agenda beforehand. Make sure that the speakers are aware that they will be speaking. Make sure that انت either مثلا let's say انه مين برضو الاونر بتاع setting up these meetings. لانه مش دايما ممكن يبقى ال HR، ممكن يبقى project management team for example، ممكن يبقى leader من حتة معينة. يعني there is no one way to do it. بس let's say for instance انه مثلا ال HRBP هي اللي مسؤولة عن creating أو setting up this monthly cross functional meeting.
this person has to send out the talking points to each speaker, how the duration of this talking points انت هتتكلم عن ايه، لو في template للpresentation تمشي عليها، وده بيسلم ده بس. بالظبط. updates يمكن ليها frequency معينة across the organization، وفي نفس الوقت فيها بتضيف البيزنس كونتكست، بالظبط. مين كل ديبارتمنت مثلا ايه السكسس وايه الحاجات اللي عملتها، بحيث ان كل ديبارتمنت يبقى فاهم الديبارتمنت التاني بيعمل ايه، ما يبقاش كل ديبارتمنت شغال لوحده والتاني مش فاهم هو بيعمل ايه، وبالتالي بيحصل اللوس اوف كونكشن ده. وده بالذات بيحصل طبعا في المور انتو الريموت كومبانيز اكتر طبعا. لان هي ما بيتقابلوش اكتر، فبالتالي كل حد معرض ان هو ممكن يكون في سايلوس كده، هو شغال في الحتة بتاعته بالظبط. it's doing well او it's not doing well، بس هو مش باصص اصلا على باقي الاورجنايزيشن وباقي الفانكشنز، فمش فاهم whatever is happening يعني. It's so funny because on the other side of the coin في remote organizations مبهدلين الامبلويز بتوعهم بميتينجز، ف they're overdoing it. بالظبط. فاهم قصدي؟ فاحنا instead of being in silos لا احنا بنقعد نتكلم 8 ساعات في اليوم سايبين الشغل. وسايبين الشغل، فنرجع بقى نشتغل after working hours، فبقى تحول عندك workforce burnt out، ما بياخدوش اجازات عشان عايزين يخلصوا شغلهم، عشان عايزين يبقوا عشان هم حاسين هم pressured، عشان بالظبط. حاسين هم مش productive. ليه مش productive؟ عشان بقضي اليوم كله في calls. بالظبط. ف it's so وداخلين funny. وداخلين كول او داخلين ميتنج عشان يدسكسوا احنا هنعمل ايه عشان نقلل الميتنجز، وهم اصلا في ميتنج جوه. بالظبط. ف it could have been done through an email يعني. it's quite funny It is. الديسكونكشنز اللي بيحصل ما It بين is. الديبارتمنتس، وان ازاي الناس ما بتتكلمش مع بعض، او لما بيتكلموا زياده اكتر من اللي هم طبعا. المفروض بيعملوه، لان مفيش يعني دايما I really believe in فكره ان يبقى فيه زي ستيك هولدرز او اونرز لتاسكس معينه او حاجات معينه. this helps ان خلاص احنا we took everyone's opinion، بس not to the extent of ان احنا بدل ما قاعدين بناخد قرارات احنا قاعدين بنسمع للناس المختلفه throughout every week يعني. I agree. Well, I think there should be also something that so many people miss out: a moderator of any meeting. Someone who moderates the meeting حتى لو it happens informally يعني it's not told, it's not something that's mentioned مثلا، بس يبقى في moderator time keeper ومودريتور، لأنه أنا بحسها احتراما لوقت الغير يعني أنا ليه أدوشك بأبديتس that you really don't care about and I can send you the updates in an email. بس if the meeting requires I see that the most important meetings are brainstorming meetings. These are very important. I see that the meetings اللي فيها decision making, yes or no, approved or not. طب لو أو followed by مثلا أنت عارف لما تبعت email please approve، لا I need clarification, let's get on a meeting to clarify. الميتينجز اللي هو بيبقى فيها back and forth discussions to get to a certain decision، دي بقى الميتينجز that are very key بالنسبة لي. غير كده في النص بقى دي حاجات ابعت ايميل ابعت ايميل. That's how it's done يعني. Yes. Okay. نخش بقى في the next point which is ايه ال differences between working في startup و very established corporate. ايه الفرق ما بينهم بالنسبة لل HR perspective of how things are done, what is expected من ال employees، ايه ال do's and don'ts، عشان دايما بحس ان او مش بحس، دايما بنشوف في الماركترز او في many departments يعني بيكون حد مثلا بيشتغل في corporate تلاقي يروح ستارت اب او العكس، بيبقى فيه دايما اول 3 4 5 شهور confusion رهيب، culture shock مرعب. بالظبط. والconfusion ده لما بيطول بيأفكت الامبلوي بالظبط البرفورمانس بتاعه، وممكن فعلا يتظلم ديوتو ان هو مش فاهم الفرق ما بين الداينامكس، لان في حاجات ممكن ما تكونش بتتقال يعني. طبعا. زي ما انا دايما بجد بقول انا الحمد لله I was very lucky with my career choices، لان انا اخدت الكالتشر شوك دي بجد. اشتغلت في كوربريت كبيره جدا 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 120 سنه IBM and then I moved to نون ساعتها في مصر كانت extremely بقى ستارت اب يعني انا بنشيل البلاستيك من على الكراسي مع بعض يعني. وبعد كده كملت في ستارت اب شويه، وبعد كده رجعت الكوربريت بقى دلوقتي تاني. ف I've seen both sides of the coin literally. كان لازم تتفرج عليا وانا اول مره دخلت نون بقول لهم ايه systems يعني you created you create. بنعمل how do we keep track of كذا manual. يفتحوا لك مليون اكسل شيت وانت عملت كل دي اكسل شيتس، ايه يا جماعه ده؟ ف in a multinational انت الجير شغال، انت داخل والموضوع شغال، انت tools you're just learning how to use the tools and to put your input in the tools. approval cycle بكليك كليك كليك كليك، انت بس تتعلم ازاي تستعمل السيستم ده، تحط عليه الحاجات، تقرا الكود اوف ethics، تقرا الكود اوف conduct
would be a good يعني انت ماشي على سيستم، في بالظبط سيستم انت معمول part of كل a حاجه. huge system like it or not you need to abide by this system even how to do your self-assessment, how to do performance management system, how to upload your to ask for feedback from your colleagues كل ده within a huge umbrella of systems everything how to ask for medical insurance claims days off كل حاجة literally انت حياتك كموظف موجودة على سيستم وكحياتك كريكروتر وشغلك operationally كله على سيستم فأنت to excel you need to learn how to use tools and you need to learn how to accept multi-diverse or employees لأن أنت as a multinational or as a corporate معظم الوقت أنت هتبقى بتتعامل مع ناس من جميع أنحاء العالم ف you need to understand their different beliefs their different cultures what to say what not to say what's appropriate what's an appropriate joke what's not an appropriate joke دي كلها حاجات بتتعلمها وتبقى emotionally intelligent how to be more learning how to be socially acceptable in a professional manner يعني ان ستارت اب بقى انت بتشمر وبتنزل تشتغل حضرتك ما اتعلمتش اتعلمها وانت في الشغلانه ما عندكش مدير مش مهم انت اللي هتبقى المدير عارف مدرس انجليزي وفرنساوي لحد this is literally the example انت بتعمل كل حاجه عشان تمشي الدنيا عشان تقوم الدنيا انت بتتعلم ازاي تبقى بجد you're a father and a mother of a baby that's yours انت بتتعلم how to build it from scratch understanding the business يعني أنا لما مثلا دخلت نون again back to the same example I had to speak to all people يعني أنت بتتكلم ما بين ال VPs وما بين ال janitors you're learning how to manage everything from scratch ف understand فكرة برضو أنت ممكن تشتغل قوي على project وما تطلعش عشان ال business direction اتغير أنت ممكن تشتغل على project without understanding انت ليه بتشتغل على البروجكت ده عشان اصلا مفيش دايركشن انت مش فاهم ليه بنعمل كده بس احنا اتطلب مننا نعمل كده ففي ambiguity رهيبة في unclear directions and unclear requirements and you still need to deliver مفيش وقت انك تقف وتتعلم يعني learning is on the job in corporates you get a chance to get on a learning platform and spend some of your time to learn courses تتعلم there's more space في ضغطة في شغل بس there's more space ان انت في حد هتاخد منه النولج اكيد يعني probably اللي انت بتعمله في الكوربريت probably ممكن يكون في 4 تانيين بيعملوه بالظبط لكن في الستارت اب it's most just you likely انت بس فانت لو مش عارف تعملها guess what اتعلم exactly اعمل. اتعلم بالظبط فانا اتعلمت حاجات كتير قوي عشان I had to يعني قانون العمل ده انا لما دخلت نون I had to bring a book بتاع قانون العمل to البوكلت study it and back. study it and learn it بهايلايتس وافهمها واقراها واعملها عشان فجأة لقيت نفسي بتعامل مع مكتب العمل ومع مكتب التأمينات وبتكلم لغة انا اصلا ما كنتش عارفاها ويا جماعة ايه ده انا دي مش بتاعتي مفيش حاجة اسمها مش بتاعتك ف in a startup it's more diluted your job description is more diluted فحتى ال expectations بتاعت الcandidates ان هم لما يجوا يقولوا لك دي مش في الجوب description بتاعتي you're in a startup it's not a 9 to 5 job انت مش هتسلم وتمشي بعد الساعة 5 انت ممكن تبقى موجود وقاعد وتفضل سهران عشان انت بتخلص حاجة طب ليه لو دي مش شركتك هي دي الستارت اب كله بيشتغل كأنها شركته وده بقى ذكاء الفاوندرز لو عرفوا يخلوا كل حد يحس ان هو بينجح الشركة دي عشان هو جزء منها وعشان هو ليه فيها بس هو سؤال بقى مهم عشان في ناس كتير بيبقى عندها الايديا دي. انا my opinion on it ان في ناس تنجح جدا 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 في ستارت اب تنجحش في كوربريت والعكس. بحس ان هو اكيد definitely الشخص اللي شاطر قوي ممكن ينجح هنا وهنا بس I believe ان في ناس كتير مثلا مش بتعرف تفيد قوي في فكرة ان هي في يعني الكوربريت تبقى عاملة زي بلوك كده انت في بلوك وانت في البلوك دي محتاج تعمل 1 2 3 4 5 خلاص that's your job if you do it خلاص perfect هتترقى تترقى تترقى till you reach مثلا اعلى حاجة ممكن توصل لها. ده في الكوربريت. الستارت اب هو انت مش لا هو انت اللي بتقرر احنا هنعمل ايه مش ففي ناس ممكن تفيد في ده وفي ناس agree تفيد من 100% ده. طبعا في ناس ممكن تتخنق جدا من ال structured atmosphere بتاع الكوربريتس في ناس تقول لك it's killing me I'm not a 9 to 5 person for instance في ناس they shine and they glow بسبب الستريس والجري وان احنا بسرعه وكل حاجه دلوقتي بتاعت الستارت ابس ويلا نروح هنا ويلا نفتح الماركت ده ويلا نروح الماركت ده طب لا قفل ده لا عيننا كتير لا في ناس كده
و it depends برضو. هقول لك على حاجة مهمة جدا اتعلمتها. it depends على where you are in your career and what are your career priorities في الفترة دي. يعني أنا my career priorities when I joined Noon wasn't to learn and to grow and to build something. فحسيت إنه this is the right time. دلوقتي تقول لي مثلا go again to a startup and build from scratch، أقول لك لا سوري مش هلعب اللعبة دي تاني، تعبت. it exhausts you. it takes a lot of energy and a lot of لا يعني it takes from you. ف depends انت فين في الكارير بتاعك، و depends انت ايه البرايورتي بتاعك. انا البرايورتي بتاعتي دلوقتي مثلا for example في الكارير بتاعي ان انا I want global exposure. I want to be part of a huge thing and I want to make a difference in this huge thing. فالإمباكت بتاعي يبقى أكبر عشان أعرف أحرك حتة أكبر أو حاجة أكبر، لازم يبقى الإمباكت بتاعي أكبر. فأنا عايزة بقى الجزء ده من الكارير بتاعي إن أنا أتعلم how to do this, how to be more strategic. ف you might not excel in both depending انت عايز ايه في الكارير بتاعك. وده مهم قوي ان انت تبقى عارف انت عايز ايه في الكارير بتاعك دلوقتي. بالظبط. فهي اتس اباوت انت فين في الكارير، في بالظبط اوله في نصه، بالظبط. ايه الجولز بتاعتك، هو ده اللي هيحدد انت هتعرف تنفع في ستارت اب او تنفع في كوربريت، وهو ايه اللي بالنسبه لك ممكن يبقى احسن. يعني احنا شفنا اكزامبلز مختلفه من ناس they flourished في ستارت اب، في ناس تانية لا حبوا جدا الفكره بتاعت الكوربريت انها it's more organized في سيستم. ف it depends يعني. بس خلينا ندي مثلا زي يعني ندي مثلا الماركترز مثلا زي free advice كده، لو انت هتجوين ستارت اب او هتجوين مثلا كوربريت من منظور اكتر ال HR و people operations، وان انت ازاي تبقى للاورجانيزيشن. طبعا بالنسبه للتكنيكال definitely that's a different story، بس بتكلم هنا على الحاجه اللي تخليك مثلا قدام ال other departments او in general قدام الكومباني ككل. ايه الحاجات اللي المفروض تركز فيها في ان ستارت اب، وايه الحاجات اللي ممكن تركز فيها ان كوربريت، ايه الحاجات اللي فعلا بتبان قوي؟ بص I think انت قلت كلمة مهمة قوي. I think الشاطر ناجح في كل هينجح في الاتنين. يعني I think the skill set the essential skill set. يعني مثلا انا مديرتي خلتني اخد بالي من حاجة انا ما كنتش عارفة انها عندي and when I reflected حسيت oh my god this is actually very true. حاجة اسمها learning agility. مم. I didn't even know that this existed until I spoke with her about it. يعني ايه learning agility؟ يعني انت you are very flexible to learn, you're a quick learner, and when you learn you share your knowledge. فانت you're extremely agile when it comes to learning. هل ده ينفع بس في ال multinationals or corporates؟ لا, it's much needed in startups. ف I would مش هبقى عارفة أرد على سؤالك بقسم ايه اللي ينفع في startups وايه اللي ينفع في multinationals، بس هبقى حابة أكتر أقول ايه اللي ينفع يخليك تكسل في جنرال. كاريرك عامة، أو ايه اللي يخليك to show and show impact. I think learning agility is very important. بجد زي ما بقولك I didn't even know that this existed. فكرة ان انت تعرف your superpower and you utilize it. انت شاطر في ايه؟ If you're a marketeer but you know that your superpower مثلا is client handling، خلاص انت know how to build on this and know how to fill the gap في اللي انت مثلا let's say for example you're a marketeer شاطر جدا في stakeholder handling و client handling، ولكن you're still working on your data analytics for example. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعين حد قوي جدا في الداتا اناليتكس، او هتشادو حد قوي جدا في الداتا اناليتكس فتكفر ده. فنو your superpower and utilize it, و know your area of concern your area of development and build on it. ما تجريش منها، بالعكس تقول انت عملتها ايه. فدي الثلاث حاجات. طب what comes first, building more on your strength أو fixing your weakness؟ they come together. Nothing comes first. If you don't know your strength you will never be able to build on your weakness. ان العكس صحيح. يعني انا لو انا ما اعرفش انا شاطره في ايه هعرف منين انا ضعيفه في ايه؟ ما هي مش بالنسبه لي هما ماشيين مع بعض. your self awareness وقوتك وثقتك في نفسك انك تعرف تقول انا شاطر في ده من غير ما تبان انك مغرور، وانا ضعيف في ده من غير ما تبان انك فاشل. او لا الضعف مش فشل، ان انت ان انا ضعيف في ده وانت بتعمل ايه عشان ما تبانش ان ده حاجه هتوقفك. ده بالنسبه لي الاثنين they go hand in hand. مم. قوه وليس يعني نجاح وليس فشل بصراحه. Interesting. ديب قوي. جدا. تحولنا الى حاجه ديب جدا.
بيرفكت. يعني بصراحة الحلقة كانت حلوة جدا. thank you يعني thank you ياسمين بجد. thank you يا شريف، الأسئلة بجد كانت حلوة أوي. thank you very much. You're welcome. يعني happy ان احنا we had this conversation. same here. وان شاء الله people will enjoy it يعني. إن شاء الله. thank you very much for having. Thank you. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وتفولو our channels على ميتا وعلى تيك توك، وبرضه احنا موجودين على سبوتيفاي وأنغامي.